أخطر عصابة في التاريخ عاونت اليابان في التسونامي اللي ضرب في سنة 2011. قامت بتنظيف مفاعل نووي اللي كان في نفس السنة. عصابة هي الأغنى في العالم اللي كتفوت الثروة ديالها دول وحكومات. العمر ديالها أكثر من 400 سنة. كتتاجر في عدة أمور من التجارة في الأسلحة وكذلك الابتزاز وصناعة والتهريب والقمار. الوجه المظلم لكوكب اليابان. فمرحبا بكم في عالم الياكوزا. اول حاجه ما تنساش دير ابوني وتفعل زر الجرس باش تبقى توصل دائما كل الفيديوهات جداد وكذلك شي لايك لهذا الفيديو. ويلا نبداو لا فيديو ديالنا. غنضربوا واحد فلاش باك وغنحاولوا نرجعوا شويه للزمن للوراء اللي هو تاريخ تاسيس الياكوزا وشكون اللي اصلا النهار الاول الياكوزا. الياكوزا اولا هي واحد المنظمه اجراميه وكما سبق لي وشرت لكم فكتعتبر الوجه المظلم لكوكب اليابان. بالضبط في القرون الوسطى تم تاسيس المنظمه الاجراميه الياكوزا وطلقوا عليها اسم ياماغوتشي غوما على اسم المؤسس الاول ديالها واللي كان سميتو هيروغوتشي ياماغوتشي. شويه الاسماء صعيبه في النطق ولكن غادي نحاول باش نقولهم لكم كما كيتنطق. فمنذ التاسيس ديالهم كانت كتعامل بواحد المعامله خايبه بزاف الصراحه، حيت كانوا السكان كاملين كيعاملوهم بواحد المعامله ديال شي واحد فيه شي مرض خبيث، لدرجه انهم ما كانوش كيبغيو يهزوا فيهم حتى العين باش يشوفوا فيهم. وهذا الشيء هذا ماشي غير نار اللي وقف بل زاد تطور بزاف. رجال الياكوزا كانوا كيديروا المستحيل باش يدخلوا مع الناس ويخدموا حتى هما ويجيبوا القوت ديالهم عادي بحالهم بحال الناس. اي بلاصه كيمشيو باش يحاولوا يخدموا فيها فكل شيء كيرفض. لا ان فوا كيشوفوك من الياكوزا تيقول لك ستوب، لا ما غاديش تخدم اسمح لي. حيت الياكوزا كانوا معروفين بعده امور مازال غنتطرقوا ليها. السبب اللي خلاهم من بودي وما كيحملوهمش وباغينهم يخرجوا على المدينه ديالهم هو الاعمال ديالهم، حيت كانت الاعمال كلها متعلقه بالموت. فما وقفوش غير هنايا. من بعد خرج واحد القرار اللي رسمي. شنو غيكون في هذا القرار في نظركم؟ قرار رسمي من المسؤولين تم عليهم باش يخرجوا من الدوله نهائيا ويعيشوا في واحد المنطقه اللي غادي تخصصها لهم الحكومه ديالهم. فداك الشيء اللي كان داوهم لواحد البلاصه وخلاوهم عايشين تما لسنوات طويله بعيدين على السكان اليابانيون، بعيدين على الحياه الاجتماعيه وبعيدين على كل شيء، حتى جا الجيل الجديد اللي فرض السيطره والمكانه ديالو داخل اليابان. فمن بعد ما رجعوا اول حاجه فكروا فيها هي انهم خاصهم يتماشاو مع الحياه الواقعيه ديالهم. فكان اول اعمال ديالو التجاره في المسروقات. فكانوا كيفتحوا محلات خاصه بالمسروقات، يعني اي حاجه مسروقه كيتباع تما او كيمشيو يسرقوها وكيبيعوها تمايا. البعض منهم ولا كيدير محلات ديال القمار. بقاو هكا اعوام طويله ولاو معروفين في اليابان. وهكا كانت الانطلاقه ديالهم قبل 400 عام الى يومنا هذا، حتى اصبحوا بين ليله وضحاها من مجتمع اللي ما كانوش كيحملوهم الى مجتمع ولاو كيقدروه وكيعطيوهم واحد الاحترام كبير داخل اليابان. وبطبيعه الحال الياكوزا ماشي مجرد عصابه وصافي، ولكن راك خاطئ الصاد، حيت ان فوا كينضم لهم شي واحد كتكون طقوس مضبوطه، وديك الطقوس راجعه منذ التاسيس وباقين غاديين عليها الى يومنا هذا. حيت اول واحد الرئيس ديالهم بعد ما كينضم لهم شي واحد كيحسوا بالله راه الاب ديالو واعضاء العصابه وهما العائله ديالو الجديدة. حيت حاجة ضرورية عند الياكوزا كتنسى صحابك والديك اهل ديالك كاملين ما كيبقاوش عندك بهم علاقة، كتولي العائلة ديالك هي الياكوزا ورجال الياكوزا. بطبيعة الحال هادشي ما كيوقفش غير هنا، حيت نتايا كيخصك دير بعض الامور باش كتثبت الولاء ديالك للعائلة الجديدة ديالك. من ما بينها انك خاصك توشم الجسم ديالك بالكامل، ولكن هذيك الاوشام ما كيبينوهاش لكل شيء وما كيمشيوش بها امام الكل، ولكن كتكون حاضره غير في اوقات الاجتماعات ديالهم الخاصه، هكا باش كيكونوا عارفين بعضياتهم كاملين وكيتاكدوا ان ما كاينش شي جاسوس داخل وسطهم. وفي نفس الوقت باش يكونوا عارفين ما كاينش شي واحد داير شي مايك، ما كاينينش غير رجال الياكوزا، كاينين
كاينين حتى النساء كيتطلق عليهم نساء الياكوزا، وكاينين قويات العشيرات هما ايضا النساء مازال غنرجعوا ليهم، ولكن نكملوا الانضمام ديالنا الياكوزا. شنو الطقوس اللي مازال؟ اللباس الرئيسي ديالهم هو لي كوستيم، شي حاجه الاناقه فهمتي، وفي نفس الوقت السيارات غير فاخره، هذه حاجه ضروريه عند الياكوزا باش تبان ديما امن. وكذلك واحد النقطه مهمه عند الياكوزا اللي هي في حاله انك كنتي معاهم ودرتي شي غلط، فباش انك تقدم الاعتذار ديالك للياكوزا الاكبر، الرئيس ديالهم الاكبر، كيخصك دير واحد الحاجه ضروريه الصح، ما منهاش جوج وما منهاش هرب. شنو هي بطبيعه؟ هي كيخصك تقطع الصبع الصغير ديال اليد ديالك وكتهديه الرئيس ديالك كعربون باش يسمح لك على الغلط اللي درتي. ولكن تقول لي علاش كيديروا هذا القانون؟ بطبيعه الحال عنده واحد العوائق، كيضعفوا القدره ديال المحارب على حمل سيف الساموراي، لانه هو السلاح الرئيسي ديال الياكوزا. فشحال ما تقطعوا لك من الاصبع من هذه اليد اليسرى فكون متاكد ما غاديش تكون قاد باش تهز سيف الساموراي. فهنا كيتثبت انك ما بقيتيش صالح الياكوزا، هما ما غاديش يسمحوا فيك، ما غاديش يجريو عليك، ولكن كتكون المكانه ديالك ضعيفه بزاف داخل الياكوزا. والياكوزا كتضم 20 عائله، واكبرها ياماغوتشي غومي، واللي تيوصل العدد ديالها بطبيعه الحال ل 50,000 عضو. الصراحه رقم ماشي ساهل. وكذلك عشيره سومي سيغاي اللي الرئيسه ديالهم امراه إيناغاواكا، حتى هي الرئيسه ديالهم امراه. وهاد العشائر بثلاثه كيمثلوا لينا 70% من الياكوزا، وكل عشيره كتكون متخصصه بشي حاجه. كاينه اللي متخصصه بالاموال، وكاينه اللي متخصصه بالتهريب، وكاينه اللي متخصصه بالصناعه، وكاينه اللي متخصصه وعده امور اخرى. ولكن في حالة أن شي واحد في الياكوزا بغى يخرج منها أو قرر بعد ليلة وضحاها أنه يترك الياكوزا، شنو المصير ديالو؟ بطبيعة الحال كما قلت لكم هما عائلة، الياكوزا ما غاديش تمشي تقتلو ولا غادي دير له شي حاجة اللي خايبة، ولكن عنده واحد الحاجة خصو يدير اللي هي كيطلبوا منه أنه يجيب كاع الأموال اللي عنده والسيارات وكل ما كيملك ويوهبهم للياكوزا، وبهكا باش كتبقى الياكوزا ديما غاديه وكتزيد تكبر. الياكوزا ولات كبيره بزاف في اليابان لدرجه انه ولا العدد ديالها اكثر من العدد ديال الشرطه. تخيل عصابه اجراميه داخل بلد رجال ديالها اكبر من رجال السلطه، عدد بطبيعه الحال ماشي عمر. وفي سنه 2022 ماشي بعيد بزاف الشرطه اليابانيه كتوقف واحد السياره اللي فاخره باش دير لها تفتيش، امر اللي عادي بطبيعه الحال. فالصدمه كانت قويه لكاع البوليس اللي كانوا حاضرين ديك الساحه، حيت العضو اللي كان في ديك السياره كان من رجال الياكوزا وماشي اي واحد عادي، كانت عنده سلطه كبيره داخل الياكوزا. البوليس كاملين تصدموا ديك الساعات، ما عرفوا شنو يديروا، حاولوا انهم يقدموا اعتذار لذاك الشخص ويطلقوا السياره باش تمشي بدون ما يفتشوها. وكاينين حتى بعض البلايص اللي ممنوع الشرطه توصل ليهم، كيكونوا خاصين بالياكوزا، اما كيكون عندهم مشاريع فيهم اما مساكن ديالهم، حيت الياكوزا داخل اليابان كتتاجر في عدة أمور، منها السلع المسروقة أو المخدرات أو الأسلحة، ولكن دايرين واحد البلاصة مثلا واحد المبنى كيكون معروف هذا المبنى ديال التجارة في الأسلحة، وهذا ديال التجارة في المخدرات، وهذا ديال صناعة أو الشرطة ممنوع عليها وصل لهذه الأماكن. ولكن الويل ثم الويل لك ولأي واحد كره أنه يوقف في الطريق ديالو، حيت تكون متأكد الصاد غتسمع إنا لله وإنا إليه راجعون، من هو راه مشى حيت ما معاهمش الله. جزء من الثانية كتشوف. فدابا أجي نشرح لكم كيفاش كتكون الخدمة في الياكوزا، وشكون اللي حاكم، وشكون اللي شاد الياكوزا، وشكون اللي حاكم في العشائر، وكيفاش كيتحكم. اول واحد اللي عندنا هو الكينغ ديالهم، الرئيس الاكبر، كيتسمى بالرئيس او الاكبر او الياكوزا الاكبر اللي كيكون في القمه. هذاك ما معاش النقاش، هذاك هو اللي كيعطي الاوامر، ولكن ما كيعطيش الاوامر لاي واحد. يطلقوا عليه اويابونا، كيكون هو القمه وكيعطيوه احترام كبير وتقدير عالي لانه هو السلطه والكل في الكل. عاد كيجي موراها اللي من تحت وكيكون بالمصطلح ديالنا المستشار او اليد اليمنى ديالو،
وكيكونوا كيطلقوا عليه اسم السايكو كومو. كتكون عنده مهام كبيره حتى هو، ومن تحته كيجي الواكا جاسيرا اللي كيكون عنده مهام كبيره حتى هو، وهو اللي كيكون كيسمع اوامر ديال الاباه الكبير اللي هضرنا عليه اول، يعني الكينغ ديال اوامر كتشيرو ليه مباشره. من بعده كيجي الشاتي جاسيرا، هذا كيكون يعني قائد ديال عشيره. ومن بعد كيجيو الافراد العائله كاملين اللي هما العشائر. وبقات الياكوزا هكايا لمده طويله، بدات كتكبر نهار بعد نهار بعد نهار بعد نهار، حتى ولا العدد ديالها كيفوق 160 الف عضو يتاجروا في عده امور، والعقار والابتزاز والممنوعات وعدة أمور. وهذا الشيء هذا ما حتمش على الياكوزا أنها تبقى غير داخل اليابان، بل أنها عندها مشاريع في بعض الدول في العالم كإسطنبول اللي عندها فيها بزاف ديال المشاريع عقارية. خلونا هنايا وأجي نرجعوا شوية اللور ونشوف كيفاش الياكوزا جابت حب الناس ليها، وكيفاش ولاو اليابانيين كاملين كيحترموهم وكيقدروهم، وولات عندهم واحد المكان بزاف عنده. في سنة 2011 ضرب واحد الزلزال اللي كبير في اليابان، وكان هذيك الساعات اقوى زلزال كيضرب اليابان، حتى الاخضر واليابس ما بقى حتى شي حاجه فوق اليابان صحيحه. فهنا كانت الياكوزا حاضره بكل الرجال ديالها، وصيفطات لهم 70 شاحن عامر بكل ما كيخصهم، الماء، الماكله، الحوايج، والثعلب منين يعسوا، وبعض الامور اخرى. الياكوزا ما كانتش غير هنايا وصافي، بل شركات في التنظيف ديال المفاعل النووي حتى هو تضرر في الزلزال. ولكن واش الياكوزا وقفات غير هنا؟ لا، وغنرجعوا لواحد التاريخ اللي ما بعيدش بزاف، ولكن ما غينساه حتى واحد في العالم، كوفيد 19. كوفيد 19. تقول لي شنو العلاقه ديال كوفيد 19 بالياكوزا؟ منين ضرب الكوفيد اليابان كما ضرب كاع الدول في العالم، ناضت الياكوزا قدمات رساله للحكومه اليابانيه كتقول لها بالله خصني نعاونكم في هذه الازمه، وبغينا نعاونوكم. شنو المطلوب منها؟ نعطيوكم ماديا او معنويا. اليابان خرجت بقرار رفضات كل الرفض. فهكا الياكوزا دارت المكانه ديالها داخل اليابان، وخلات بلاصتها زوينه بزاف، وبهذه الطريقه ولاو كاع الناس كيحبوا الياكوزا وكيزيدوا ينضموا ليها. اذا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لنا شي وشي تعليق زوين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع قصه جديده.